بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. السلام عليكم كالعادة حبيباتي المتتبعات، جيتكم اليوم بوصفات رائعة رائعة جدا، يعني وصفات أفكار جديدة لتخليل الزيتون ولا أروع كما تشوفوا بالألوان وبالأحجام. رائع جدا جدا. شوفوا هنا يعني كل بلارة تختلف عن الأخرى، هي أفكار بسيطة لكنها مفيدة وتخلي الأطفال يحبوه، وتخليكم أيضا تستغنوا على الملونات الغير طبيعية. هنا هذا الطرشي اللي درته، طبعا المخللات كاينة في فيديو سابق العام الماضي بكل تفاصيلها، سي بوغ سا يعني ما ما درتش تفاصيل تاع المخللات، فقط هذا الطرشي باش تشوفوه كيفاه ناجح 1000%. ايضا هنا راح نعطي لكم، كاين بزاف اللي اتصلوا بيا وكي شافوني حطيت تاع الفلفل الاحمر قالوا لي حنا كي نديروا الفلفل الاحمر نخلوه يتغير اللون تاعو. هذه الطريقه كما تشوفوا بريسك عنده بلوس كاموا، يعني كيما اللي حطيت لكم لا فيديو هذيك والله ما تغير اللون تاعو، راكم تشوفوا فيه كيما راه احمر قاني رائع. كذلك هذا اللي قلت لكم تاكلوه في 24 يعني ساعة، شوفوا كيفاه تقريب شهر مازال محافظ على اللون تاعو في المخلل. جا رائع بنا يتقرمش كيما تشوفوا، رائع جدا. درت الحار والحلو. شوفوا هنا تغيير الزيتون الاخضر الاصفر هنا هذا طبيعي البلاره الاخرى، لان التفاحي كي نحطوه راح يتغير لونه كما شفتوه في الفيديو تاع العام الماضي. هنا فقط راح نعطي لكم الطريقه تاع كيفاش نديروا الالوان وتكون طبيعيه وتعطينا نتيجه مبهره. طبعا انا خليت شويه يبان اللون، لهذا تعطلت بالفيديو. ومازال الزيتون يعني التفاحي ناقص، لكن الرقيق هذاك البارح برك شفتوه مازال موجود، تقدروا تشريوه. هنا راح ندير لكم بسرعه فقط طريقه التخليل تاع اللي شفتوهم في الاول. درت الاحمر وحده ودرت الاخضر كذلك وحده، هي نفس الطريقه. الماء يكون لازم يكون معدني، نذكركم فقط يعني بسرعه. الماء هنا لازم يكون معدني، اذا ما عندكش سيدتي الماء معدني غلي الماء تاع الحنفيه وخليه حتى يبرد. زيدي له 4 ملاعق ملح صخري، ملعقه سكر، ونصف كاس خل. هذا للتخليل طريقة ناجحة 1000%. واللي حابة يعني تتأكد من التفاصيل ترجع للفيديو تاع العام السابق، درك نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف باش تشوفوا المخللات يعني اللي راهي ناجحة 1000%. هنا سيداتي كما شتي درتهم للزوج ونخليهم نروحوا للزيتون تاعنا. هنا هذا التفاحي الخشين يعني رائع رائع جدا، درته العام الماضي ونجح كما تشوفوه. نغسلوه مليح تحت العين، نحكوه من الغبار هذاك، نحيو الاعشاب اللي فيه ونروحو بريباريوه. هنا راح نبدا بهذاك الرقيق، قسمته الالوان باش يساعدني، غليت الماء وخليته يبرد. هنا لاني ما عنديش ماء معدني درت تاع الحنفيه كما قلت لكم في البدايه. هنا نروحو نثقبوه ولا نديرو له ثقب بالكوردون. هنا حطيت المعدنوس، يعني اللي لاحظته في الزيتون تاعي مش اللون فقط اللي يتغير، حتى الاشياء او اللي حطيتها، الوسائل اللي حطيتها كيما المعدنوس والاشياء الاخرى، يعني عطات مذاق رائع للمخلل او للزيتون نتاعنا. هنا درب بريباريت التخليل هنا تاع الزيتون، ما فيهش الخل كيما المخللات. فقط هنا نديرو 6 ملاعق ملح صخري مع 1 لتر تاع الماء. نحط كل لون في بلاره. شوفوا البلاره هنا راهي مازال سخونه، عقمتها. هذا الشرط يعني باش ما يديرش البكتيريا، لازم تعقموا البلارات نتاعكم. هنا حطيت الزيتون هذا، زدت له ملعقه تاع الكركم، هذه تجارب درتها ويعني شفتها باذن الله راح تنجح. هنا حتى يعني علاه طولت راني نستنى في النتيجه تاع هذه الالوان اذا كانت تنجح ولا لا. شفتوها في البدايه بدا الزيتون يتغير، يعني ما زلت ما حليتش عليه كيما قاعده نشوف فيه بدا يتغير. درت المعدنوس، درت الشمندر، ودرت الكركم. تقدروا ديروا وسائل اخرى مثلا ديروا كيما الحمار كيما الشي او الزعفران، راح هو راح يغير الذوق واللون يعني، وراح يعطيكم زيتون بدل ما تشريوا الالوان، ويعاونكم في الديكور تاع السلطات ويشهي الاطفال. والشمندر فيه فوائد كذلك ويعطينا مذاق رائع.
نخليوهم. هنا هداك درت الزيتون يعني الرقيق، وهذا تفاحي الخشين كذلك درت نفس التجربة. كاين اللي درت له الكيردون، كاين لو نو، وقاعده نشوف باش من بعد نشوف النتيجة اللي تصلح بالكيردون ولا، باسكو قادر يتلون من الداخل وما يتلونش من برا. هي تجربة لكن تبدو لي راح تنجح. شفتوا بدا الزيتون تاعي يتلون، مازال يعني موجدش، لكن بإذن الله راهو بدا يتلون. فقط انا نعطي لكم كي تعود طايبه بزاف ما تحطوهاش، راح ترشى وتفسد لكم الزيتون كامل. نديرو كامل نغلقو بهذه الطريقه. نتمنى فقط لي فيديو قاعدين يعجبوكم، ووصفاتي ان شاء الله تنجح لكم، وشويه تدعيم وبارطاج وجام للقناه واشتراك للجديدات لاول مره يشوفوا لا فيديو. هذه يعني عولة الشتاء، درنا موسميه، درت لكم الهريسه، الفلفل الاحمر، درنا الطماطم، سفرجل، ومازال هذا، ومازال يعني كل موسم نديروا الفاكهة أو الخضرة الخاصة به. مازال عندنا أيضا كما قلت لكم جزء تاع السفرجل نكملوه كامل. هنا تاني حطيت له البيطراف أو الشمندر، هنا زدت له شوية خل. المخلل نتاعنا تاع الزيتون المفروض ما نحطوش الخل، زدت شويه خل باش نشوف التجربه اذا كان يعاونوا باش يطلق لي اللون. هذا طبيعي ما زدت له والو. هذا ايضا الفلفل شوفوا كيفاه راهو باقي احمر. هنا هذاك الزيتون الاخضر عنده حوالي 4 ايام، شوفوا كيفاه اللون تاعو بدا يتغير، جا ما شاء الله. هنا شوفوا الالوان كيفاه. هذا الطرشي طبعا اللي نعتبكم في بدايه لا فيديو. عندي اللي بالكركم كل واحد، وشوفوا هنا تاع الشمندر بدا يتغير اللون تاعو، يعني راح يعطينا. انا انسانه نحب جدا 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 نموت على الديكور، خصوصا السلطات. سي بوغ سا جاتني الفكره لونت لكم هذا الزيتون. هنا شوفوا هذا اللي حطيت له المعدنوس، راهو هنا كثرت له المعدنوس، بدا باقي محافظ على اللون الاخضر نتاعو. هنا ايضا راهو محافظ على اللون الطرشي الاحمر. اللي قالت لي راهو يصفار لها الفلفل الاحمر باسكو دار الطريقه تاع تبدل الماء، لا ديري الطريقه تاعي تاع الفيديو السابق، راح تبقى لك النتيجه كما هي، نفس اللون تاع الفلفل الاحمر. هذا عنده تقريبا شهر، يعني اذا شفتوا لا دات تاع الفيديو السابق لازال كما هو. مشاهده طيبه والى اللقاء.